السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. في الفيديو ده هنشرح سريعا الفرق ما بين دوخ وشون. طبعا دوخ ليها استخدامات كتيرة، وهي من الكلمات اللي هي بتدي يعني للكلام إنسانيته، يعني أو بتخلي الكلام إنساني أكتر. مش هنخش في تفاصيل كتير، هنركز بس عن معنى واحد لدوخ. هي بتيجي بمعنى قريب لكلمة شون اللي هو already أو بالفعل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ كلمة دوخ يعني زي ما تقول كده، بتدي إيحاء ضمني، أو كأنك بتقول للشخص اللي قدامك بشكل غير مباشر إزاي تنسى حاجة زي كده. يعني مثلا المثال ده das weißt du doch و das weißt du schon. تمام، الاتنين نفس يعني الجملة تقريبا بقى، ما عدا هنا شون، قصدي هنا دوخ مرة وهنا شون مرة. الفرق ان هنا الدوخ بتبقى زي تأكيد أو تذكير، أو يعني شوية استغراب خفيف كده، في شوية استغراب خفيف. تمام. إنما شون هادية أكتر، تقرير معلومة، بس بتقر معلومة، مفيش أي افتراض أو توجيه رسالة ضمنية. تمام. وطبعا انا ما اقصدش هجوم، يعني ما اقصدش مثلا لما حد يقول ديفايس دو دوخ، مش معناها ان انت بتهجم على الشخص اللي قدامك، او بتقولها لما تكون في مثلا بالضرورة مثلا شد وجذب مثلا، لا. عادي بتقول مثلا بس بتأكد عليه او بتذكره. الفرق بس ان شون نبرتها ألطف، ومش بتقول ضمنيا للشخص اللي قدامك ركز، او كأنك بتقول للشخص اللي قدامك ركز، او ازاي تنسى حاجة زي كده، او مثلا كأنك بتقول له مثلا بتتصرف كأنك مش عارف. فهو ده الفرق ببساطة ما بين شون ودوخ. ممكن تبدلوا مكان بعض، بس النبرة بتختلف ضمنيا مش ظاهريا. و يعني بيني وبينك لو استخدمتهم مكان بعض في اغلب الاوقات، محدش هيركز قوي يعني. فتقدر تقول مثلا ان هما زي بعض. عايز تبقى بيرفكت يعني وتعرف الفرق ما بينهم قوي، اديني شرحت لك الفرق ما بينهم. بس كده، سلام.